فيه أمريكي يجلس بجنبي يستلم $10,000 يجي لمي بالشقة. قال كم تستلم راتب؟ قلت له أسلم $3,000. قال كم يؤخذ ضرائب؟ قلت له والله أخذها وأحطها بالبنك. قال يا أخي ودني للسعودية عامل نظافة وخذ أمريكا from shore to shore. أنا يؤخذ عليه ضرائب مدينة ويضرب ضرائب ولاية وضرائب الحكومة الفيدرالية، وأنت تستلم راتب. هذا ما بينه الإعلام صحيح. علشان يعرف الناس ما هو فضل تلك الدولة التي تحكمنا، ونريد أن نسمع من الخارج لهوا كاملا. كلهم تجدهم دكاترة في المجالس، طلبة، كلهم يتحدث عن باريس، عن لندن، ولا جاء لها الصحراء ذي قام يقول حنا ما عندنا ويقارن. لا تقارن يا أخي. لا قلنا للطالب الأمريكي الكحيتي اللي يشتغل بمطعم ويصرف التويشن حقه الأجار، قلنا له باريس لندن، قال why didn't you get lost there. وحنا نجلس تلقاهم دكاترة آكلين ودارس على حساب، مش على حساب أمه ولا حساب أبوه، على حساب الدولة. قاعد من كندا حتى جاب شهادة الطب، يقولون والله لندن فيها وباريس فيها وحنا عندنا ما فيها. وحنا عندنا، تعالوا شوفوا بالتواصل الاجتماعي هذا اللي يسمونه اللي ينكت غبار الرياض ويطلع لي صورة من سويسرا. هذا يا أخي يثير الشباب. علينا أن نقف ضد هذا الرجل وقفة إعلامي ونقول شرب، اصمت، لا تتكلم بهذا الكلام. نحن بلد كريم وأرضنا نحبها وإن كانت غبرة. وصدقوني لو يجي رجل من الشام يركض على رجليه ويطيح بحدود السعودية ويخم شجرة ثمام تطلع منها الخنافس ليقول والله العظيم إن ريحة شجرة الثمام مع الأمن والأمان خير من جنات الشام. صدقت. نعم. الله. أحسنت.